جالي سؤال في بعض التعليقات، هو أنا ليه بعمل الربطات بالنسبة للخيط على المكنة بالطريقة دي؟ أنا ممكن أعمل أي عقدة وتمشي معايا. فتعالى أقول لك ليه إحنا بنعمل الربطات بالطريقة دي. لأن أنت عندك في حاجة مهمة خد بالك منها. أنت لو حضرتك ربطت العقدة بالطريقة العادية قد تواجه مشكلتين. أول مشكلة إن أنت لو ما ربطتش الخيط كويس على المكنة، الخيط لما بترجع من الرحلة بتاعتك وتغسله وتنضفها وتركنها بتلاقي ان الخيط تكتل وبقى كتلة واحدة، ولما تيجي تطلع تصطاد وممكن يضرب معاك سمكة محترمة هتلاقي ان المكنة الفرامل هنا مش بتقوم بدورها، والخيط كله بدون مبالغة بيلف على الحل على الفاضي. لان الهدف من العقدة اللي احنا بنعملها ان هي تضغط على الحلة من الداخل بإحكام. بالنسبة للنقطة التانية، لو العقدة نفسها بقت مكلكعة عن اللزوم أو بارزة تلاقي إن الخيط مش هيترص بطريقة مظبوطة أو منتظمة، ودوت ممكن يأثر عليك بعد كده وأنت بتصطاد، يا تضيع منك السمكة أو ما تعرفش تحدف بيها كويس. عشان كده احنا بنستخدم ربطات خصيصة ليها بحيث تكون رفيعة جدا مش مؤثرة على راس الخيط، وفي نفس الوقت تقفل بإحكام على الحلة. ليها القدرة إن أنت تقدر توسع الخيط تمام وتفك الخيط من على المكنة بكل سهولة وترجع تحطها تاني لما تيجي ترص الخيط من اول وجديد، مش كل شويه تقص العقده وترجع تربطها تاني. ما حضرتش الخيط وما ضيعتش وقت.